يا دكتور طبعا حضرتك عارف ان الاجهزه الحيويه واجهزه الجسم كلها سليمه وبقالها 20 سنه شغاله، فما فيش مشكله ان احنا نحاول مره تانية، يمكن نقدر نعمل حاجه ونحقق الامل ان هو يفوق. طب اتفضلي يا دكتوره سما، حققي ورينا. طبعا حضراتكم عارفين ان احنا عرضناه لموجات كهربائيه في مناطق معينه في المخ، فانا دلوقتي بقترح ان احنا هنديله عقار منشط وان شاء الله يجيب نتيجه. بعد 20 سنة يا دكتور؟ دي مجرد تجربه، وارد تنجح وارد لا. اتفضلي ورينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تصور جت لحظة صدقتها. عشم ابليس. عبد الستار الكف مش هيفوق من الغيبوبه دي يا شادي. ما أنا عارف، أنا قلت يعني ست الدكتورة دي تبين أي أمارة ولا حاجة بدل ما شايفة نفسها علينا كده. التخصص مخ وأعصاب وحالات حرجة، أدي حطتنا كلنا في حالة حرجة. سما مجتهده، راجع من سنتين بعثه في هارفرد، بس برضه مش باينك وومن يعني عشان تعمل المستحيل. تلاقيها كانت عايزة تعمل لقطة وشهرة وترند زي بتوع اليومين دول، عشان كده جايب الواد اللي بيصورها ده معاها. لا ما افتكرش. دلوقتي في وسائل اسهل بكتير ان انت توصل للشهره اكتر من العلم. بس أنا يا دكتور أسمع إن عبد الستار الكف ده كان داهية، مصيبة. انت تسمع، انا بقى حضرته في عز مجده لحد ما عمل الحادثه دي وراح في غيبوبه والناس نسيته. يلا. يعني عبد الستار الكف ده لو فاق دلوقتي بعد 20 سنة من الغيبوبة، مش ده يعمل لقطة وشهرة وترند؟ ما تزعليش نفسك يا سما، انت عملت اللي عليكي. كان نفسي التجربه تنجح ويرجع يعيش حياه طبيعيه. كانت هتبقى نمره حلوه قوي لو كان فاق. هو انت فاكرني جايباك هنا عشان كده؟ لا طبعا انا عارف انك جايباني عشان اوثق اللحظه العلميه الجميله دي، بس يعني ما يمنعش ان الواحد يطلع له باي سبوبه كده. تصدق انا غلطانه ان جبتك تعمل حاجه مفيده في حياتك بدل ما انت عمال تلف تصور في الافراح. تصور في الافراح؟ طب كتر خيرك يا بنت خالتي. طب ايدك بقى على اتعاب الفرح اللي انا لسه مصورهولك ده. لما اقبض. ايه اللي جرى في الدنيا ده؟ القيامة قامت ولا ايه؟ في ايه؟ ايه اللي فيه ايه؟ التاكسي ياخد 200 جنيه؟ يا نهار اسود. 200 جنيه دي قسط تاكس اساسا، لو واحد عايز يجيب تاكس هيبقى قسطه 200 جنيه. ايوه بقول لك كنت بروح بال200 اسماعيليه رايح جاي وارجع جايب للعيله كلها قفاص مانجا، مش قفص ولا اتنين، تقولي لي 200 جنيه. خلاص يا عبد إيه ده؟ الستار، خلاص انا هبقى ادفع لك ال 200 جنيه. مش مساله تدفعي ايه وبتاعي، انت هتعصبيني انت كمان. وبعدين ايه اللي جرى؟ القهاوي اتغيرت والديكورات حلو. سيبك من الكلام ده دلوقتي. ايه اللي انت لابسه ده؟ حلو ها؟ ومقلمه بالطول. خلي بالك دي 2004. احنا محتاجين ننزل نشتري شويه لبس مع بعض. ان شاء الله ان شاء الله. مساء الخير. ايه يا حبيبي؟ اتفضل يا فندم. انت هتعمل لي فيلم؟ عندكم قهوه؟ في يا فندم طبعا. يلا 2 قهوه. حضرتك تحب تشربها اسبريسو ولا لاتيه ولا موكا ولا كافيه اوليا ولا كابتشينو؟ انا مش عايز حاجه، امشي. امشي يا كابتن. أنا آسف. امشي يا كابتن، انا مش ناقصه. امشي. خلاص انا اللي هحاسب، لا ما لا معكش لا، الموضوع فلوس. بقى فيه كتير وحاجات غريبه كده. بعدين ايه ده؟ ايه اللي جرب في القهاوي؟ ايه؟ كله بقى كافيه؟ يا لهوي، ده كان البلد فيها 3 4 كافيهات. ايه اللي حصل؟ وهي البنات بقت بتقعد عادي كده في الكافيهات في ايه؟ ما انا قاعده مستنياك. ولا عشان اسمه كافيه؟ ما انا قاعده اهو. ايوه انا فاهم انا فاهم، انت برضه تستوعبيني وتستحمليني. جبتي ورق عمك المهم. هاتي يخرب بيته. ده مستف ورقه وحلو قوي، ده دافع العوايد باسمه كمان. يعني ايه عوايد؟ الميه والمجاري والحاجات دي مالكيش انت دعوه بيها، ما تقلقيش، الموضوع ده عندي خلصان. هيحصل ايه يعني؟ خير ان شاء الله. ايه ده؟ حضرتك استاذ عبد الستار الكف؟ اه يا حبيبي عمر. ممكن اخد صوره سيلفي مع حضرتك؟ ايه صوره سيلفي دي؟ إيه، عايز يتصور معاك يعني؟ اسمها سيلفي؟ اتفضل. اهلا وسهلا. ممكن بس تغمض عين حضرتك كانك في الغيبوبه؟ لا انت جاي تستظرف، اغمض وما اغمضش، هتتصور ولا تمشي؟ معلش انا اسف. اتفضل. حضرتك سكنت ابويا من 25 سنه،
وانا كنت لسه طفل رضيع. الله يخرب بيتك وبيت اللي تعرفه. روح يا شيخ، ربنا ينتقم منك، ربنا ياخدك. قول امين. ربنا ياخدك. حسب الله ونعم الوكيل فيك. الحمد لله ان الواحد حتى بعد ما فاق الناس لسه بتحبه. بتحبك ايه؟ ده بيدعي عليك مش بيدعي لك يا عبد الستار. بطلي حقد بقى، نضفوا قلوبكم. امال اتصور معايا ليه ومعجب بيا ليه وسيلفي ولا ليفلي اللي بتقولوا عليها؟ ايه يا حبيبي مالك بص لي مسدس ليه؟ ده بتاعك ده يا استاذ عبد الستار؟ ايوه بابا، ايوه مسدس. يا استاذ عبد الستار، ده انا لقيت لك الفكرايه اللي هتظبطنا. اجمد كده. فكرة ايه بقى يا سيدي؟ قول لي. الترندايه اللي هتخلينا نفايرال كلنا. نفايرال؟ ايه يا جماعه الكلام ده؟ انا ما بعرفوش الكلام الجديد بتاعكم ده يا حبيبي. انا واحد من ايام روش يا شقيق، فاهمني؟ وما كانش اي حد يتقال له يا روش كده مرطرطه. لا 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 لا، هم كانوا 6 روشين في مصر. كان في اكمل في المعادي، الله يمسيه بالخير لو عايش، وكان في عاطف في الكوربه. بص، كل منطقه ضخمه كان هو روش واحد، وبتتوارث بقى. لكن بصراحه انا حابب الفاظ حياتي السابقه، يعني مش هجاريكم في اللي انتوا فيه. انا حاسس بس ايامك ده يا استاذ عبد الستار يعني والفاظك دي كانت ميته خالص وما بتجيبش اي فلوس. الايام اللي احنا فيها دي بتجيب فلوس اكتر بكتير. خليك معايا انت بس. ماشي خلاص. انت متاكد يا عبد الستار ان انت عايز تركب الترند؟ يا حبيبتي مفيش مشكله، عادي اركبه طالما مش مضر. ولو انت عايزه تيجي، انا مش عارف هو كام راكب، ولو انت كمان تيجي تركب معانا، ولا انت هتركبني وتمشي؟ لا انا هركبك واتكل على الله وبيشيل نفرين بس. اوكي خلاص، طالما كده خلاص. انا في حاجه عايز اكلمك فيها من الاول بصراحه، بس خايف احرجك قدام بنت اتفضل. خالتك. اتفضل يا استاذ. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه ممنوع انت في حد بيركن قدامك يا ابني؟ لا دي مخالفه بس لسه ما دفعتهاش. مخالفه؟ الله ده شربات بقى، ده طلع عسل. خلي بالك والله تتخالف عليه. المهم شوف هنعمل ايه وانا تحت امركم. طلع الكاميرا وعيش وانا هتالق. لا احنا هنصور هنا؟ امال فين؟ لا يا استاذ عبد الستار، المكان مقفل قوي كده وما فيهوش روح. احنا عايزين نروح مكان حلو كده. طب انا هقول لك على حاجه، انت مش عايزني اتكلم براحه نفسيه واتالق في الكلام؟ يا ريت. انا ايام ما كنت بذاكر القضايا المهمه لازم ابقى على النيل، وديني اي حته على النيل متر في متر هتلاقيني فظيع. بسيط، ماشي، سهله جدا. نروح النيل. خلاص اتفقنا. اسوان بكره قطر 7 الصبح. ايه؟ حلو قوي. والاقصر؟ نبتدي بقى بالاقصر، فاهمني؟ ونكمل على اسوان. الاقصر ليه واسوان ليه؟ انت عايز تشوف في العمق وراك كده شويه تماثيل فراعنه ومتاحف ده كمان في تماسيح اهو. يا جماعه انا مش عايز اشوف حاجه، انا عايز متر في متر من ميه النيل بس. طب طالما متر في متر، ايه اللي هيمشورنا لحد اسوان والاقصر؟ عشان النيل يا ابني، هو مجنون؟ انتوا ازاي تسيبوهم ياخدوه هو في الحاله دي؟ كنا هنعمل ايه يعني؟ قالوا ان هو عنده عدوى ولازم يتعزل، خلاص. كنتوا كلموني، ما انا الدكتوره المشرفه على حالته. ايه الدكتوره المشرفه؟ حضرتك مخ واعصاب، واللي خدوه قالوا انها عدوى، يعني تخصصات غير بعضها. حصل خير يا دكتورة يا مشرفة، أهو أخد الشر وراح. هو ايه اللي اخد الشر وراح؟ ده انا اوديكم في 60 داهيه. وانت مالك؟ هو انت من بقيه اهله؟ انت حيالله دكتوره كنت بتعالجيه. دول المتبقيين من اهله ونحن غير متضررين. انا متضرره. سكتي بنتك بليز يا انكل، عشان خاطري حاول تعمل اي حاجه. هنعمل ايه يا بنتي؟ ما هو لازم نستنى 48 ساعه حتى نتمكن من عمل محضر تغيب. يعني ايه؟ نستنى اللي خطفوه دول يكونوا قتلوه؟ نسال الله التسهيل. هو مين اللي قال إن هو اتخطف أصلا؟ ايه الصوت ده؟ ده صوت اسعاف. لو سمحت الطريق راعي الخطوط. ده عبد الستار. عبد الستار. اليمين، احنا انسان. ارك اليمين معانا حرجه. الست اللي راكبه الحمار اركب. لا اركبوا عجله. نايمه. اتفضل انتوا معايا شويه. لا مش قادر والله انت كله والله عندي شغل والله. حبيبي طب ممكن اخطب بتاعتين بنتي؟ لا كفايه لعب بقى. ما ينفعش. كفايه لعب عشان خاطر. ايوه حبيبي. يا سلام. ايوه يا سلام. بس عشان امان كده. الحمد لله. هاي. ايه اللي حصل يا بابي؟ انت فين؟ انت كنت كويس؟ انا زي الفل يا بابا، عادي. ايه يا عبد الستار عربيه الاسعاف دي؟ لا دي اوبر بتاعت واحد صاحبي. الهيئه عامله اشتراك، يعني بتساعد الناس. ما تقلقوش. جماعه اصحابي من ايام الجامعه عملوا معايا مقلب بس مش ظريف شويه. مقلب؟ ده رجوعك كل مقلب يا عبد الستار يا كاف. قاعد على قلبك يا سعد يا حامي، وان شاء الله لما دماغك تخبط في الشجره وتتفتح هنقلك بالعربيه دي ان شاء الله.
انت واقف معانا ليه؟ بس مبسوط والله. الله يخليك، اتكل على الله. يلا عيب مش أي حاجة. الناس وعيله وبتاع. اقعد في عربيتك. تمام. اقعد عشان لازم تشرب شاي معايا، تشرب شاي. اقعد. انتوا بتتكلموا على مقلب يعني الخضه اللي احنا اتخضيناها دي كلها كانت على الفاضي. خلاص يا مقبوله هانم، المره الجايه اقول للناس اللي هتخطفني ترشقني بالسكينه في اورتي عشان حضرتك تتخضي. ايه ده؟ ايه لقيت حاجه؟ ما لقيتش حاجه. ارانب في وسط الورق. وانتوا واقفين بتعملوا ايه؟ ما تساعدوني بدل ما انتوا زي خيال المآتة كده. تعالى خرط الملوخيه لحسن ايدي مش فاضيه. حاضر، حاجه خرطها. ورغية ايه ونيلة ايه؟ احنا عندنا شغل. روح يا ست انت خرطيها. ما انت لو تريحني يا وجهي وتقول انت بتدور على ايه؟ انا بدور على اي حاجه ليها علاقه بعبد الرحيم غلاب، علاقتي بيه، الشغل اللي كان بينا، اي حاجه يا جماعه، اي معلومه. انا فاكر انا شفت الاسم دي فين قبل كده. يعني المريض فالير منكم. طب بص، نزلوه على التلاجة دلوقتي وابعتوا لي الورق انا همضيه. يلا محدش يبلغ اهله دلوقتي. سلام. فريد عملت ايه؟ وحيد يا دكتور شهاب، وحيد مش فريد. يا سيدي وحيد فريد مش كله على نفس الوزن. مش مهم المعلومه وصلت. قول لي عملت ايه؟ انا حضرت لحضرتك يعني بعض الافكار ليها علاقه بالماركتنج كامبين اللي انت عايز تعملها. انا عايز ماركتنج كامبين تخلي الناس ما تبطلش تتكلم عن دار العز. ايه راي حضرتك نركز على امكانيات المستشفى والاجهزه الطبيه اللي موجوده فيها؟ ازاي؟ يعني هنشوف الراجل ده ماشي في الشارع في جيبه علبه سجاير، الراجل بيبدا يكح يكح يكح، الناس بتتلم عليه، بيقرروا ينقلوه المستشفى. اول ما بيجي المستشفى قدام حضرتك هنا بيشوفوا اللوجو بتاعه بينور على طول، وبيطلع منه سبوت لايت بينزل على الراجل كانه بيختاره من وسط الناس كلها. الراجل بيندهش من النور وبيفتح بقه، وجهاز من عند حضرتك في المستشفى بيخش جوه بقه، بنشوف كل البلاوي اللي موجوده في صدره دي. اول ما بنتاكد من المشاكل بنطلع بنشوف ابتسامه مريحه على وش الراجل ومكتوب فوقيه دار العز، اقرب طريق للنجاه. حلوه. واحنا عايزين بقى يا ريت ان يبقى في وجه معروف يبقى هو بطل الحمله الاعلانيه دي. لا حضرتك دي بتاعت المخرج بقى، مش بتاعت انا خالص يعني. لو تعرف بقى كمان تقنع عبد الستار ان هو يبقى البطل بتاع الحمله الاعلانيه دي، انت كده ضمنت تصير الجدل. عبد الستار الكف؟ ايوه حضرتك، بس انا ما اضمنش يعني الاستاذ عبد الستار يوافق على حاجه زي كده ولا ما يوافقش. مش انت اللي عملت شهرته؟ يبقى انت ليك حق فيه ولا مالكش؟ لا ليا طبعا ليا. ازاي بس ادخل يا دكتور. انت هنا؟ انا كان عندي بس شغل مع دكتور شهاب وكنت هخلص واجيلك على طول. ايه يا دكتور، جايبه ترقيه هو كمان ولا ايه؟ لا، وحيد هيبقى هو المسؤول عن الحمله الاعلانيه الكبيره اللي هنعملها على السوشيال ميديا. ربنا يوفقكم. مبروك، الف مبروك. كنت عايزه حاجه يا دكتوره؟ اهالي الحاله اللي لسه جايه متعصبين جدا وانا مش عارفه اتعامل معاهم. طب خلاص اتفضلي انت ارتاحي وانا هخلي دكتور شادي يتولى الحاله. هو لسانه حلو مش مدب زي ناس اعرفه. واضح ان كل اللي موجودين هنا لايقين على بعض ومتفقين قوي. بعد اذنكم. كنا بنقول ايه يا فريد؟ وحيد يا دكتور شهاب. اخر ما زهقوا منه راحوا مديني اخلاء سبيل بضمان بطاقتي الشخصيه وطلعت اتصالحت انا والواد. المهم الحمد لله على السلامه يا حبيبي. الله يسلمك يا تونه. والله يا عبد الستار ده طيب وغلبان، انا لو منه كنت سبتك في الحجز لغايه ما تتعرض على النيابه. ليه بس في ايه؟ وانا عملت ايه لكل ده؟ انت ايه وداك هناك وعايز ايه من بنته؟ هو انا رايح لبنته؟ انا كنت رايح لناس صحابي عادي. لا والله. طب انا هكدب عليكي ليه؟ انا مصدقاك يا حبيبي مع اني مش فاهماك. انا فهمك. البيه الاستاذ عايز يروح لبنته علشان يقنعها تعمل فيديوهات. ما هو الحياه بالنسبه له عباره عن ايه؟ فيديوهات وترند سوشيال ميديا وفلوس. الله يسامحك يا بنت خالتي، الله يسامحك. انا ما كنتش اعرف انك شايفاني بالمنظر ده على فكره. ما يمكن يا حبيبتي معجب بيها وعايز يتقرب منها. شجعيه كمان عشان المره الجايه لما يتحبس ما يلاقيش حد يخرجه. انا مش عارف انا ايه اللي خلاني اروح هناك اصلا. يعني حصل ايه
ايه جو التلزيق اللي انتوا فيه ده؟ بطلي بقى، انت بومه ولا ايه؟ خلاص، يمكن كده حصل في لينك بينهم وعايزين يتقربوا من بعض. امشي وراها عشان تخيب اكتر ما انت خيبان. انا خيب؟ اه طبعا. انت رايح تعمل النمر دي ليه؟ وعامل بقى فيها احمد السقا وتتخانق قدامها. انا فاهمه الحركات دي كويس قوي. لا انت مش فاهمه حاجه يا سما، مش كل الرجاله زي بعض على فكره. يعني ايه مش كل الرجاله زي بعض؟ يعني مش كل الرجاله زي طليقك يا سما. هو ايه اللي جاب سيره طليقي في الكلام اصلا دلوقتي؟ ممكن افهم؟ عموما براحتك، انت حر، اعمل اللي انت عايزه، بس بنت عبد الستار لو قربت منها تاني انا اللي هقف لك وبنفسي. والله ما كنت اقصد يا تونه. ما انت دوست لها على الجرح. اعمل ايه بس؟ مش هي اللي اختارت. هو يعني مش لازم كل مره نفكرها بخيبتها. برضه مفيش فايده. رحت لها. مش كان لازم اتاسف لها بعد اللي حصل ده؟ في ايه يعني؟ هو ايه اللي يضايق في كده؟ لا مفيش اي حاجه، عادي. وطبعا هي ما قبلتش اعتذارك. بالعكس، ده احنا بقينا اصحاب. وحيد، عبد الستار مش طايقك خلقه، فما تقعدش تتنطط لبنته. طب بصي بصراحه، الموضوع ملوش اي علاقه بالشغل. ايه؟ لا ايه؟ مش انت اللي طلبتي ان انا اقول لك الحقيقه؟ طب شوف، لو انت ناوي تلعب بالبنت علشان مصلحتك ده يبقى حرام. العب ايه؟ هو فين اللعب ده بس؟ معرفش بقى، بس انت لازم تبقى فاهم كويس قوي ان كل تصرفاتنا ليها عواقب ونتائج. عواقب ونتائج؟ ده انت متشائمه جدا، يعني مفيش كده بصراحه. ولا متشائمه ولا حاجه، هو من اللي شفته ما انت رميتها لي المره اللي فاتت. ما بصراحه انا عندي حق، مش معقوله يعني كده عندك عقده من جوازتك القديمه دي، كل ما تشوفي اي اتنين بيقربوا من بعض تتضايقي. على فكره انا اللي سبته مش هو اللي سابني عشان الدكتوراه، يعني المفروض ان انا اللي جرحته مش هو اللي جرحني. انت مالك بتقوليها وانت فخوره قوي بنفسك كده يعني؟ انا ولا فخوره ولا حاجه، كل الموضوع ان انا اصلا مش مقتنعه بموضوع العلاقات ده، وانت داخل الموضوع مصلحه، فما تقنعنيش بقى ان انت بتحبها او حتى هتحبها. طب بقول لك ايه، قومي سخني الاكل، انا هموت من الجوع بقى، هتكسبي فيها ثواب. انت عارف انا ما خلفتش مخصوص ليه؟ عشان ما يجيش عيل يقول لي الكلمه دي. ايوه بس انا مش عيل يا سما. ما هي دي النصيبه انك شحط. قوم يا حبيبي، قوم المطبخ وراك اهو، سخن الاكل، انا داخله انام. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجمال ده يا دكتور؟ بتكلمني انا؟ طبعا، هو في حد يتقال له الكلام ده غير دكتوره سما حالات حرجه؟ العب غيرها. لا دكتور لو سمحت انا مش بلعب. روح قول لدكتور شهاب لما يحب يزق حد عليا عشان يضحك عليا بكلمتين يبقى ينقي. ينقي؟ ليه وانا مش عاجبك ولا ايه؟ والله يا دكتور انا لو فكرت ارد عليك هجيب لك تروما. ايوه بعدين يعني هو دكتور شهاب يخليني العب عليكي ليه يعني؟ مش فاهم. عشان طبعا عايزين نقنع عبد الستار يعمل اعلانات للمستشفى. ريح نفسك انت وهو. انت ازاي تهديني كده يا دكتور؟ ايه ده؟ انت كده بتلعبي بعاطفي وبمشاعري. ما اعرفش انك قاسيه قوي كده. شوف شغلك يا دكتور. تعالى يا عبد الستار. انا ماشي كويس. تعالى بس واحده واحده. يا بنتي والله انا زي الفل. انا عارفه انا عارفه. اهلا دكتور سما. اهلا، ازيك؟ اهلا بيك يا دكتور. دكتور شديد، اخصائي العلاج الطبيعي. شرفنا. اتفضل. حضرتك محتاج حاجه سخنه او استحلاب؟ لا خالص خالص. انت دكتور. انا فاكره عيان. تعالى اجي فين بس نتكلم يا فندم؟ انا كويس. انا جريت اما جريت ورا عطيه في الشارع والله. انا عارفه بس طيب. لازم. ما تخافش. انا مش خايف حضرتك. اتفضل تعال اتفضل. حاضر يا فندم. ايه ده؟ ايه يا سما؟ ايه يا دكتور؟ ما تخافش. انا مش خايف. ليه حضرتك بتقول لي ما تخافش؟ انا مش خايف. يلا فاهمين بس ان انا جريت يعني عادي. ثواني. ايوه ريلاكس. ما انا ريلاكس. بالراحه بس، بالراحه يا دكتور. قولي له بالراحه. ايه ده هو اللي بيتوجع، ده مجنون. عيب يا عبد الستار. عيب انا مش مجنون. معلش. دكتور معلش انا اسفه،
هو معاه شهاده معامله اطفال، يعني تعامله كانك بتعامل طفل. معامله اطفال. ايوه. لا وحياة امك لا يا دكتوره، لا يا ناقصه، لا يا دكتوره انا اسف. انا اسف. لا مش للدرجه دي. يا ستي خديني بقى. لا انت ايه ده مكرع فجاه. يلا اوعى بس بالراحه. والمصحف مجنون دول يا عبد الستار عيب كده ما يصحش. نسميه ايه ده؟ نسميه ايه؟ حد يقنعني. حد يقنعني. بعمل شغلي. عيب انا بعمل شغلي. معلش. وحشني يا استاذ عبد الستار، بالسلامه ان شاء الله. وانت هتوحشني. بص انت ايه اللي جابك هنا؟ يا سما في ايه وانت عارف؟ انا اللي اقول اعمل من الاول. طب بقول لك ايه بقى، روح قول لشهاب اللي بعتك لو ما بطلش زن انا هاخد عبد الستار ونروح نكمل العلاج الطبيعي في اي حته بره عادي جدا. خير يا عمي في ايه؟ معقول يا سما هتسيبيني كده بره كده من غير ما تعزمي عليا اخش؟ ما هو انت بصراحه لما بتدخل ما بتخرجش، ولا عايز تتفاهم ولا عايز تحل، واخر مره عملت لنا فضايح ملهاش اي لازمه. لا وانا ما ترضينيش الفضايح، وانا جاي عشان اقول لك ان كان الكلام ساعتها كان وقت زعل يعني، وجاي النهارده عشان نحل، وعشان اثبت لك كمان ان انا مش هاجي اتخانق معاكي في شارع واصالحك في حاره. يا لله يا للخير، انا جاي بحق نفسي النهارده لبنت اخويا منصور الله يرحمه ومراته، مش عايز حاجه من الدنيا دي كلها غير اطمن عليهم واشوفهم كويسين. ايه رايك؟ تمام؟ تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اللي انت عايزاه يا حبيبتي، من العندي قبل العندي. تتكلم بجد يا عمي؟ يا سما انت زي منى ومنى، انا كنت قاعد معاكم يا حبيبتي عشان اضلل عليكم، بس طالما انت وامك ما يلزمكوش خلاص، اصل التضليل ده مش بالعافيه. براحه راحتك. طيب تحب تتفضل نتكلم دلوقتي ولا تستنى لما ماما تيجي؟ لا يا حبيبتي لما تيجي ماما عشان يبقى الكلام مره واحده. طيب ممكن تتفضل تشرب فنجان قهوه؟ كتر خيرك يا بنتي، انا بس هتعبك معايا تلمي لي حاجتي كده بس عشان اخدها وانا ماشي. حاضر، بس كان عندي سؤال. تأمريني. هو انت ايه اللي غيرك كده؟ الله يرحمه بابا جالي في المنام لابس ابيض في ابيض وراكب على حصان، وقال لي يا صلاح سما امها امانه في رقبتك، وانا صحيت جري وجيت عشان اصون الامانه. هو ليه مش بيجيلي؟ ده وحشني قوي. هيجيلك قريب ان شاء الله، وعشان وحشك ووحشني تعالي نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدر تفهمني ايه ده يا دكتور؟ ايه الدخله اللي انت داخلها عليا دي؟ مش موضوعنا دلوقتي. ايه الفيديو ده يا دكتور؟ فيديو دعايه للمستشفى عادي. لا مش عادي. ازاي تسمح لنفسك تصور فيديو لعبد الستار بدون موافقته؟ ومين قال لك انه مش موافق؟ لو كان موافق كان قال لي. ليه ان شاء الله ولية امره؟ طب انا هخليه بقى يرفع عليكم قضيه في النقابه ويبهدلكم. وحيد هو اللي صور الفيديو وهو اللي نزله، وهو اللي قال لي ان عبد الستار موافق. ايه ما عرفتيش صوت ابن خالتك في الفيديو؟ وحيد؟ ايه ده يا دكتوره اقعدي عشان نعرف نتكلم. مفيش ما بينا اي كلام الا ما تشيل الفيديو ده من على صفحه المستشفى. لا مفيش بينا كلام ازاي؟ ده احنا في بينا كلام وكلام كتير قوي كمان. ايه يا دكتوره انت ليه مش مقدره انك هتبقي اشهر دكتوره في مصر لما المريض بتاعك يتنجم ويتعرف ان انت اللي فوقتيه بعد السنين دي كلها؟ انت عارفه ساعتها الكشف بتاعك هيوصل لكام؟ وسمعه المريض وكرامته وخصوصيته وحقه ان هو يقبل يتصور او لا، ولو اتصور الفيديو ده ينزل ولا لا. انت ليه مكبره المواضيع قوي كده؟ لا انا ابويا الله يرحمه علمني ان الله يرحمه علم حضرتك كل حاجه غلط. حضرتك مش شايف اي حاجه غير الفلوس وبس. سما سي سوري. مش هعتذر الا لما تشيل الفيديو من على صفحه المستشفى يا دكتور. طب ايه رايك بقى انا مش هشيل الفيديو؟ بس وريني بقى هتعملي ايه وهتحبسي ابن خالتك ازاي انت وعبد الستار بتاعك ده، وريني هتعرفي تعملي ايه.
ماشي، انا هوريكم بقى انا هعرف اعمل ايه. بعدها خد انجي ومشي. بعد كده ادوني اخلاء سبيل وحفظوا المحضر بسبب الفاتوره اللي جابها عبد الستار. ما شاء الله عليك، بقيت رد سجون قد الدنيا. على فكره السجن ده غيرني كتير، فرق في نفسيتي من جوه. هو ايه اللي فرق في نفسيتك من جوه؟ ده انت ما كملت الساعتين على بعض اصلا. ان شاء الله يكونوا 5 دقايق يا سما والله. وبعدين هو انت ايه اللي مضايقك يعني؟ عشان رحت الانجي؟ ما انا رحت لها عشان نحل مشاكل عبد الستار والفلوس اللي متلتله عليه، الراجل اللي انت بنفسك عرفتيني عليه عشان نساعده. انت مالك انت ومال عبد الستار؟ مش كفايه اللي انت عملته فيه؟ اخدت الراجل وغفلته وخليته يعمل اعلان لمستشفى دار العز. ما عشان اساعده برضه. وبعدين مدير المستشفى بتاعك ده راجل نصاب، الراجل ما ادانيش غير دفعه كده وما بيردش عليا. ومش هتطول منه اي حاجه. بقول لك ايه، فكك بقى من انجي ومن ابو انجي. سيبك منها. قول لي يا حبيبي، انت عايز تتجوز البت؟ ايه يا تونه في ايه؟ انت هتخش على الجواز على طول؟ احنا لسه في الاول، لسه في مرحله اعجاب، وبعدين بيبقى في قبول، وبعدين بنتصاحب. انت ما تستناش لا الواد كريم يلطشها منك. شوف، حاصرها، اجلس على نفسها، هات لها ورد، شوكولاته، شاورما، لحمه ولا فراخ؟ اي حاجه، المهم ما تزهقش. ما هي كده مش هتزهق ولا انا هزهق، انا هيتخرب بيتي بس. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بدل ما تعقليه. ايه يا سما في ايه؟ ما تسيبينا في حالنا. طيب خليكوا في حالكم. سيبك مني. اعمل ايه بقى عشان اعرف ان هي بتحبني ولا لا؟ هقول لك تعمل ايه، استنى بس. انا لما كنت في ثانوي كنت بحب 9. 9؟ والله 9 مرة واحدة. لا ثانية. وبعدين بيكملي دول. هو ايه يا اخويا ده؟ هما بيسيبوني يمشوا ليه؟ سيد الرئيس، موكلي صلاح محسن إبراهيم هو بينقط في الفرح. لديه عقود موثقة أن شقيقه باع له الشقة، ورغم ذلك سمح لأرملة شقيقه وابنتها بالعيش معه دون تضييق أو اعتراض. إلا أن الأمور تفاقمت عندما قامت أرملة شقيقه بالزواج من أحد المسجلين خاطر، وما زاد الطين بلة أنها أتت بهذا المجرم للعيش معهم في الشقة. وعليه فإنني أطلب من عدالة المحكمة إصدار حكم بتمكين موكلي من الشقة محل النزاع. ولكم جزيل الشكر. الدفاع يتفضل. الحمد لله على السلامة يا أستاذ عبد الستار. الله يسلمك يا سيادة الريس، الله يسلمك. الحمد لله، الحمد لله على عودتي إلى بيتي الحقيقي. بعد إذنك يا ريس. سيادة القاضي، أنا بحب الخشب بتاع المحكمة، أنا بحب القفص بالمجرمين، هي دي حياتي الأصلية. الحمد لله رجعت لها بالسلامة، الحمد لله. عبد الستار الكافي يا فندم، حاضر مع الدكتورة والست والدتها. أعترض، فالمدعو عبد الستار غير أهل للوقوف في المحكمة، لأن لديه شهادة معاملة أطفال يا فندم، وهذه نسخة في عدالة المحكمة. اتفضل. صديقي دمه خفيف قوي، وأنا معي نسخة منها. بعد إذنك يا فندم، أجي أقف هنا؟ هو كان واقف. أوكي. بعد إذن سعادتك يا فندم، أنا معايا شهادة معاملة أطفال فعلا، ولكن الشهادة دي اللي أصدرتها المستشفى حتى تخلي مسؤوليتها عني، ولكني أنا نقابي يا فندم ومزاول للمهنة. موضوع الشهادة ده بعيد عن صلب القضية، ومحتاج لجنة مختصة من النقابة للبت فيه. اعتراضك مرفوض يا أستاذ سعد. اتفضل يا أستاذ عبد الستار. وبناء عليه بعد إذن سعادتك خش في الموضوع يا أستاذ عبد الستار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب قويني يا رب. العودة قاسية، ولكن سيادة الرئيس، بالنسبة للكلام اللي زميلي قاله إن الراجل اللي اتجوز الهانم بياكل ويشرب، أقول له لأ، اللي بياكل ويشرب في البيت سفلقة موكله الأستاذ صلاح، آكل شارب نايم عصير في قهوة في فاكهة وكله سفلقة. لدرجة على ما أذكر في يوم
كان من ايام الصيف شديده الحراره، والست فاتن المسكينه اللي قاعده دي جايبه بطيخه زي اي ست كبيره عايزه تطري على قلبها، قطعتها ساعتك وحطيتها في درج التلاجة. يعني مش اي حد يبص على طول يلاقيها الا اللي حاططها، واذا بيها بالليل قايمه تطري على نفسها لقيتها اتاكلت. سما كانت في المستشفى. مين اللي كل البطيخ سعادتك؟ خير يا سما. نعم. انا قلت نقعد ونتفاهم ودي، احنا في الاخر اهل. عندك حق، احنا غلطنا على فكره لما دخلنا شيطان بينا ووصلنا الامور لكده. احنا طبعا. هو احنا اللي رحنا المحكمه ورفعنا قضيه؟ مش انتوا اللي رحتوا اجرتوا البلطجي وقعدتوا في الشقه؟ بلطجي؟ من فضلك اتكلم عن الجن كويس لو سمحت. قلت لي بقى، يبقى الكلام اللي انا بسمعه ده بجد بقى. ممكن نخلينا في موضوعنا؟ يا ريت. اجيب البنات واجي امتى؟ مفيش داعي يا عمي، احنا هنشتري نصيبك. ده منين بقى ان شاء الله يا دكتوره؟ شوف، هندفع لك 200,000 كاش وال300 هنقسطهم لك. لا موضوع التقسيط ما ياكلش معايا انا، وبعدين مين قال لك ان انا لما ابيع ب 500؟ هي 500 دي فلوس؟ امال حضرتك عايز كام؟ مليون مقفوله. ايه؟ وانا ببيع لك حيطان؟ ده انا ببيع لك حياتي وذكرياتي وريحه اخويا اللي فيها الله يرحمه. يا عمي حرام عليك، ده كده افترى. هو ده اللي عندي. مش قلت لك هيبيع ويشتري فينا؟ معاكي حق، انا غلطانه اني طلبت من حضرتك تيجي ونقعد ونتفاهم. عموما هي الشقه بتاعتي اصلا وبحكم محكمه، وحضرتك مالكش عندنا ولا مليم. وحق الشرعي. عادي جدا، روح خده بالمحكمه زي ما انا اخدته بالمحكمه. طب ما نهزها شويه. مش كنا فضيناها سيره يا عمي؟ لا ازاي بقى؟ اللي بيني وبينك عم فكري. عم فكري مين؟ انا عم فكري. ايوه بينا في ايه؟ انا مش فاهمه. بص يا ست الكل، عم فكري ده اكبر سمسار في المنطقه، وجاي يشهد شهاده حق، جاي يقول لنا سعر الشقه دي كام بما يرضي الله. صح يا عم فكري؟ مظبوط. الشقه دي يا عم فكري مش تساوي لها 2 مليون جنيه؟ مظبوط. وانا نصيبي فيها يا عم فكري 750,000 بس كاش طبعا. مظبوط. هم 500 وهتاخدهم بالقسط. ما تحبكهاش كده قوي يا سام، ماين شويه. مظبوط. هو ايه اللي مظبوط؟ حضرتك السعر اللي بتقول عليه اعلى من اللي في السوق اصلا. مظبوط. وايه اللي مظبوط؟ هو ايه مظبوط وخلاص؟ لا مش مظبوط. بقول لك يا سما، مشيها 700. هو اي فصال وخلاص؟ طب خليها 650. خلاص، حضرتك روح المحكمه وشوف هتحكم لك بكام، وانا متاكده ان هي مش هتحكم لك حتى بنص اللي انا عارضاه عليك. يرضيك كده يا عم فكري؟ مش عارف، انت ادرى. بقول لك يا سما، وانا في يوم من الايام لا سمح الله جيت عليك يا حبيبتي؟ ده خالص، بأمارة الحيطه الصفراء وبناتك اللي انت دخلت بيهم وبرطعوا في البيت. ما تتقي الله فينا بقى يا عمي بجد، وتنسى الموضوع ده خالص. ولا ايه رايك يا عم فكري؟ مظبوط. استنى انت شويه بقى. انا رايي ان انت تسمع كلام عم فكري وتتفضله من غير ما ترد. طب عشان خاطر عم فكري مشيها 600. ابنك ده يا عبد الستار؟ بيقولوا عيل عجيب بصي، عبقري. قرا نص المكتبه دي في يوم. انا اسف يا بابا، انا اسف، بس انا ايه يا اسف. حبيبي؟ هو يعني ايه قانون النص يدل على الاتي؟ يعني ايه؟ قانون النص يدل على الاتي. واضحه يا حبيبي، يا نص. هو في ربع؟ ربع؟ لا يا روحي، ربع وتمن والحاجات دي عند عم ابراهيم الجزار. لا يا نص يعني يقر يا حبيبي. ما تستهلكش وقتك في القانون، اقرا ادب. الكتاب ده رقم كام النهارده؟ اللهم صل على النبي. 18. ان شاء الله 18 كتاب واحنا قاعدين. اعمل ايه فيه؟ كمل يا ابني، ربنا يفتح عليك. معلش انا عطلتك وانا اسف جدا والله. اسف انت ما قلتش حاجه يا حبيبي، مقدم قوي. ايه ده؟ طب انتوا ما عندكمش جينات في العيله حد كان بيقرا او بيحب القرايه؟ بالمستوى ده لا،
ابويا الله يرحمه كان بيقرا الاخبار والاهرام، اكبر حاجه قريناها كانت ميكي، لكن رهيب، معجزه من ربنا. الحاجه الوحيده اللي عملتها اشجان حلوه يعني، مع اني متنرفز منها ومتعصب منها قوي، بس اما نشوف اخرتنا ايه. بابا انا اسف. عايز ايه تاني؟ انا اسف قوي، معلش انا معطلك، انا اسف، حقك عليا، معلش. يا ابني في ايه؟ هو ايه الكاس ده؟ ده كاس يا حبيبي بتاعي، انا خدته في دوره رمضانيه زمان لما كنت صغير. ايه ده؟ انت كنت بتلعب كوره؟ لا كنت بتفرج، بس زمان كانوا بيتفرجوا كل واحد كاس، مش كل شويه اسئله يا حبيبي عشان بصدع. انا اسف انا اسف. لا يا حبيبي مفيش حاجه. انا اسف، انت عملت ايه؟ عطلتكم معلش. لا اتفضل يا حبيبي. فظيع فظيع. يا نهار اسود ومنير. عملت تعالى انا. ما تزعقلوش بالراحه. ايه؟ ما هو اتكسر الزفت. بالراحه. عملت ايه يا حبيبي؟ هو سليم ما فيهوش حاجه والله، انا اسف انا اسف والله، ما هو بص حلوه وانا اسف. بس بقى ما تزهقنيش. انا كنت اسف. تسيبه هنا او شيله تاني، بس بالراحه يا حبيبي. حاضر. انا اسف. رهيب. المهم كنا بنقول ايه؟ طب انت حاسس بايه؟ ايه مشاعرك ناحيته؟ والله انا مش عارف اقول لك ايه. يعني خايف احس يطلع مش حقيقي تبقى مصيبه، وخايف ما احسش ربنا سبحانه وتعالى يحاسبني، فمش عارف اعمل ايه الحقيقه. ادعي لي ادعي لي ادعي لي ادعي لي. بابا انا اسف معلش والله، انا اسف، انا عطلتكم كتير. انا اسف يا حبيبي. انا اسف حاجه وانا تانية. اسف. بس انا كنت عايز باسورد الواي فاي. ايه ده؟ يعني هو عايز الرقم السري بتاع الانترنت. يعني اعمل ايه طيب دلوقتي؟ انا هقول لك يا حبيبي، انت ممكن تعمل سكان للراوتر. الراوتر موجود هناك اهو. ايه الراوتر اللي قاعد معانا في البيت ده؟ ايه يا جماعه؟ انا اسف يا بابا، انا ما عملتش حاجه والله، انا اسف، حقك عليا. صاحبك ده اتفضل اطلع انت والراوتر بره. انا اسف. وبعد كده ما تجيبش اصحابك الا لما تستاذني يا حبيبي. هو مفيش فنجان قهوه من ايديك الحلوه دي يا حماتي؟ انا مش حماتك وما عندناش قهوه شاي ماشي. ولا عندنا شاي. ممكن تسيبينا مع بعض شويه؟ حاضر. طب انت يا حبيبتي مش عايزه شاي قهوه نسكافيه اي حاجه؟ لو احتجت هقول لك. خلي بالك لو عوزتيني اندهيلي، انا على طول هجيلك. هو في ايه؟ هي مالها مش طايقاني ليه كده؟ حقها، ما هي ما حيلتهاش غيري، واكيد مش ناسيه اللي انت عملته فيا. لا لحظه واحده، انا ما عملتش معاكي غير كل خير يا سما. مظبوط صح. ما انت لما تطلقني عشان انا مسافره ادرس، يبقى فعلا ما عملتش فيا غير كل خير. وانا خيرتك على فكره بيني وبين السفر، وقلت لك مش هقدر اسافر، وده كان حقي. وانا اخترت وبرضه كان حقي. انت بقى جاي دلوقتي ليه؟ جاي علشان عندي امل، يمكن البعد خلانا عرفنا قيمه بعض اكتر، ويمكن نرجع. نرجع فين؟ بص يا سما، انا ما كانش ينفع اسيب عيادتي وشغلي غيرك. بتوه. انا من غيرك بتوه توهان. انت عارف ان بسببك انا تقريبا فقدت الثقه في كل العلاقات، وما بقتش شايفه حاجه في حياتي غير شغلي وبس. وعبد الستار الكف اللي حضرتك رايحه وجايه معاه في كل حته ده ايه؟ فهمت. ماما. ايوه يا روح ماما. عايزاه يمشي صح. يلا يا حبيبي اتفضل، وريني جمال خطوتك. يلا هنستنى وشرفتنا. رأفت. مني ليك. اهدى بس شويه. انا لا طلبت دور عويجه ولا طلبت اسمنت ولا برسيم ولا اللي بتقوله ده كله. اسمه زفت عطيه، وما تتصلش هنا تاني. انا اسف معلش. المهم كنا بنقول ايه؟ نزلت من عند اشجان يا مولاي كما خلقتني، ولا استفدت اي حاجه. طب ما تعترف بالولد وخلاص يا عبد الستار. اعترف بايه انت كمان؟ افرضي ما طلعش ابني، ناقص انا مسؤوليات؟ بص انا مش عايزاك تبقى متوتر ومتعصب كده عشان ضغطك. برافو عليكي، بتحافظي وبتخافي على انجازك العلمي. لا والله يا عبد الستار، مش عارفه لو قلت لك هتصدقني ولا لا. انت بقيت من اقرب الناس ليا،
حتى اقرب ليا من امي. يا لهوي يا لهوي، متشكر قوي على الكلام الجميل ده، بترفعي بروحي المعنويه صح؟ خالص بجد يا عبد الستار، انت من اطيب الناس اللي انا شفتها في حياتي. اطيب الناس ازاي واللي انا عامله ده واللي الناس بتحكيه؟ طيب ازاي بس انت بقيت واحد تاني خالص يا عبد الستار، وبتحاول تغير من نفسك وتطور من نفسك. واحد غيرك وفي مكانك كان استغل الوضع وحاول يكسب من اي حاجه. اوعي تكون اشجان بعتاكي ومجنداكي عشان تحنيني قلبي واعترف بالواد. اخصى عليك يا عبد الستار، انت شايفني كده برضو؟ صحيح هو الولد فين؟ انا وانا داخله ما شفتوش خالص. بيلعب بيلي في الشارع مع عيال عطيه، والبنت راحت تجيبه. يا استاذ عبد الستار، الحقني يا استاذ عبد الستار. في ايه في ايه؟ شيكو ابنك اتخطف. اتخطف ايه؟ انت مجنونه هو ارنب؟ عليا النعمه زي ما بقول لك كده، انا نزلت اجيبه من تحت زي ما انت قلت لي، فجاه لقيت عربيه نقل جت خدته هنا بيلا وطارت. عربيه نقل؟ ما تعرفيش محمله ايه؟ لا هتفرق معاك يا استاذ عبد الستار؟ كل حاجه تفرق. طب مش يمكن مامته بعتت تاخده؟ امه هتبعت تاخده في عربيه نقل، هو قفص والسفان دي. ما تقلقوش، ابني اتخطف، انا عارف، وانا عارف مين اللي خطف. مين اللي خطف يا عبد الستار؟ قول لهم. عملتها يا سعد يا حامي، اقسم بالله لو اوديك في 60 داهيه. ايه في ايه؟ اسالي جوزك المحترم راجل القانون. وفي ايه؟ انا عملت ايه؟ يعني انتوا مش عارفين ان شيكو اتخطف؟ وانت اللي خطفته يا حامي. وانا اخطف اعمل بيه ايه؟ ما انت اعداء كتير، يمكن غلاب، يمكن عوض، يمكن اي حد من اللي هو مغلبهم طول عمره واذيهم. استنى بس، ده انت رغاي قوي. ايوه يا دبور الزفت، انت كمان عايز ايه؟ عايز اعرفك يا كف ان ابنك معانا، ومش هتشوف وشه الا لما تجهز ال 20 مليون جنيه. اياك يا كف تبلغ الحكومه. تمام. في ايه يا عبد الستار؟ دبوري هو اللي خاطف الولد. لو كنت خدت لصنص القانون كان زماني دلوقتي بدافع عنه وبحلله كل مشاكله وبطلعه زي الشعره من العجينه. عجين ايه بس يا عطيه والنبي اسكت، عايزين محامي بجد، الموضوع شكله مش بسيط. محامي ايه يا اخوانا؟ محامي ايه؟ لما نوكل محامي يدافع عن الاستاذ عبد الستار الكاف في واجهه البلد تبقى اهانه. الاستاذ عبد الستار كفيل ان هو يبرئ نفسه والعيال المحبوسين معاه. وحالته النفسيه، حالته النفسيه انتوا ازاي ناسيينها؟ ممكن تاثر على تركيزه. احنا بجد محتاجين محامي. طب وسمعه المكتب وسمعه الوجه؟ بلاش كل ده، سمعتي انا شخصيا فين؟ عطيه انت كده كده سمعتك زفت من زمان، بليز اسكت. والنبي عطيه بس، انت لو البلديه عرفت اللي انت عامله هنا ده هيجوا يمسكوك احتكار ارانب. يا جماعه وحدوا الله، الموضوع ابسط من كده. ابسط من كده ازاي يعني؟ الراجل في الحجز مش عارفين بياكل ازاي، بيشرب ازاي، بينام ازاي. ما احنا لو عرفنا نثبت ان وصل الامانه ده مزور، الاستاذ هيخرج وممكن يطلب تعويض كمان. طب وافرض طلع مش مزور وان هي امضته فعلا؟ يبقى الاستاذ عبد الستار يرجع للناس حقوقها وما يعرفناش. طب احنا ممكن نكلم الست ونفهم منها ايه الحكايه بالظبط، وليه قدمت البلاغ، وخد منها فلوس فعلا ولا لا؟ او بتتبلى عليه مثلا. ولو بتتبلى عليه هتقول؟ معاك حق. المشكله يا جماعه ان الارانب كلها ارنب ارنب بيسالوا عليه، وانا مش عارف اقول لهم ايه. يعني كده رأفت بقى له نصيب في البيت زي عمك؟ يا ماما بقول لك رأفت اشترى نصيب عمي في البيت اصلا. ايه ده؟ هو ينفع كده؟ اهو اللي حصل بقى. هو طبعا عمي كان طمعان في قرشين بعد ما لقى الطريق معايا مسدود. طب بقول لك ايه، ما تكلمي عبد الستار وتساليه. يا ماما عبد الستار في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ هو كان اشتكالك؟ يا بنتي اسمعي مني، عبد الستار مش بيتعامل معاكي على انه مجرد محامي. والله انت فايقه ورايقه. وما فوقش ليه وما روقش ليه؟ يا بنتي انا خايفه عليكي، العمر بيجري، هتبص تلاقي نفسك بقيتي في سني وقاعده لوحدك، ولا حد بيسال عليكي ولا بيعبرك. يا سلام، قاعده لوحدك؟ امال مين اللي قاعده معاكي دلوقتي؟ ما انت اتجوزتي وكنت بتشوفيني مره ولا مرتين في الاسبوع، وبعدين سافرتي قعدتي سنتين. انا مش بشتكي، انا بس مش عايزه العمر يجري بيكي وتبقي زي ايه. ارجع لرأفت يعني؟ لا، رأفت ايه، انا بكلمك على عبد الستار.
خلينا في الجن بتاعك. يا اختي وانا بشوفه ولا اعرف عنه حاجه، بيختفي كده بقاله فتره. الحمد لله ربنا نجدنا منه. سيبك بقى من الجن، طيب خلينا في موضوعنا. ايه هتعملي ايه مع عبد الستار؟ هشرب شاي. استغفر الله العظيم، والله ما مصدق. ازاي انا اعمل كده في امي؟ ايه ده؟ كنت فاكر ان انا ببرها بالفلوس. يا ابني عايز اشوفك، اقول لها مشغول ياما، لكن توصل لكده انا مش مصدق. مش عارفه اقول لك يا عبد الستار، بس لازم تبقى فاهم ان انت كنت بني ادم تاني قبل الحادثه، وبقيت واحد تاني خالص بعد الحادثه. يعني كانك واحد اتخلق من اول وجديد، مش مسؤول عن الافعال دي كلها. اقول لك على حاجه، انا متاكد ان كل اللي بيحصل معايا من ساعه ما فقت ذنب ناس كتير قوي قوي. والله اعلم بقى امي كانت راضيه عني ولا مش راضيه، انا مش فاهم. طب ما تروح لها يا عبد الستار، روح لها وهي هتسامحك، انت ابنها برضه. انا طول النهار بفكر في الموضوع ده، قلت اروح ازورها بس مش قادر. ازورها بأنهي وش؟ ابنها اللي اتخلى عنها وما شافش غير مصلحته وبس، ولا ايه؟ انا ليه كنت كده؟ يا رب سامحني. طيب روح لها واحكي لها، هي برضو اكيد هتسامحك، دي امك. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ تيجي معايا. ايوه. اوه يا جماعه اتفضلوا، في مفاجاه عظيمه.